باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يمنعنكم من سحوركم أذان بلال. حدثنا عبيد بن إسماعيل عن أبي أسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر والقاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن بلالا كان يؤذن بليل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فإنه لا يؤذن حتى يطلع الفجر. قال القاسم: ولم يكن بين أذانهما إلا أن يرقى ذا وينزل ذا. شوف بقى، ادي الحديث اهو اوضح من الشمس. الاذانين دول بتوع الفجر لم يكونا مطلقا الا في رمضان. ادي واحده. الحاجه التانية، الاذان الاولاني بينه وبين الاذان الثاني ما لا يزيد عن 10 دقائق. ليه؟ بين الاذانين ايه؟ ان ينزل ذا ويرقى ذا. ينزل منين ويطلع منين؟ هي ايه؟ هي نخله، هي مبنى قد ايه يعني؟ مش مبنى زي بتاعت جامع ابراهيم مثلا او ابو المرسي ابو العباس. يعني هينزل في قد ايه؟ دقيقتين 3، والتاني يطلع في قد ايه؟ دقيقتين 3. شوف انت لو ساكن في تاني دور مش ممكن هتكون اعلى من تاني دور. ان ينزل ذا ويرقى ذا، ده بيطلع لسقف بيته، بيدن على سقف البيت او على سقف الجامع. هيطلع في قد ايه وينزل في قد ايه؟ طب ايه فايدة الاذان الاولاني؟ الاذان الاولاني فايدته ان اللي بيجامع ينزع، اللي بياكل يكتفي، اللي بيشرب ياخد باله، اللي ما لحقش يلحق يشرب له كوبايه ميه بس. ادي المقصود. زي مدفع الامساك اللي احنا بنسميه مدفع ايه؟ الامساك. للاسف الشديد بتلاقي دلوقتي برضو الناس اللي طالعه فيها اللي له فاهم والحاجه، انما عاوز يعمل حاجه يبين بيها ان هو عارف وفاهم ويخالف الناس، يقول لك ده اصل وفصل، هو مش فاهم حاجه. فبص تلاقي في غير رمضان قبل الفجر بساعه واحد بيدن ليه ده؟ بيدن ليه؟ وبعدين انا نبهت الناس دي قبل كده من كام سنه، قلت لهم الاذان الاولاني ما فيهوش الصلاه خير من النوم، ما فيهوش، لانه اذان مجرد اعلام بس بقرب دخول الوقت، مش بالصلاه. فما تقولوش الصلاه خير من النوم، كانوا بيقولوها، مما يدل برضو على انهم ما هماش فاهمين. طب علمتك ما تقولهاش، وعلمتك ان بين الاذانين 5 دقايق او 10 دقايق، وعشان ده يتوضى، ده يعمل، ده يسوي، وعلمتك ان ده بيحصل في رمضان بس. طب اعمل كده، لا، ياخد المعلومه وبعدين برضه يمشي على ايه؟ على دماغه. فبص للاسف الشديد الواحد يقلق على صوت اذان، يبص في الساعه، الفجر لسه فاضل له ساعه. طب بتصحيني ليه؟ طب بتقومني ليه؟ طب عاوزني اعمل ايه؟ عاوزني اروح فين؟ اعمل ايه يعني؟ الوضوء ما بياخدش دقيقه والحنفيه فيها ميه، مش هروح للترعه يعني، وبيني وبين الجامع دقيقتين. طب بتصحيني قبلها بساعه ليه؟ افرض ان انا في رمضان، طب برضه قبلها بساعه ليه؟ ده انا لسه قدامي ساعه، بتخضني ليه؟ ما تسيبني اكل واشرب لحد قبل الفجر ب10 دقايق. لكن ما فيش علم، ولما يبقى ما فيش علم للاسف الشديد يبقى فيه جهل ويبقى فيه غلط ويبقى فيه ضياع للسنه وللعلم، ويتخذ الناس رؤوسا جهالا. طيب اتعلم، طب اسعى الى العلم. عاوز الناس تقول عليك وعاوز تعمل وتقول انا اهو، طب ما تتعلم، طب ما تقرا، طب ما تدرس. لا، هيبذل مجهود، هو مش عاوز يبذل مجهود. بيخش على الميكروفون ويأذن، تسمع اذانه اذان باطل. باطل ليه؟ لانه بيقول الله اكبر، خلاص الاذان بطل على طول، اذانك باطل، واللي يردد وراك الاذان يبقى غلطان، وتبقى انت بدل ما تاخد ثواب بقيت آثم. ليه؟ لان بار به الف ره، وغير بر اكبر به فتحه ره سكون، اكبر كده على طول.
اول ما تقول خلاص باظ الاذان. والتاني يقول حي على الفلاح، خلاص بقت كلمة تانية خالص. موجود المؤذن ده بسمعه، موجود هنا في زاوية جنبنا هنا، وموجود هنا عندكم في الحضرة، وموجود في لوران جنب القنصلية الإسرائيلي هناك ميكروفون عالي جدا والأذان باطل، وموجود في عند القنصلية السعودي هنا في اسكندرية، أماكن الواحد بيلف فيها ويروح ويشوف ويسمع أذانات شيء ما أنزل الله بها من سلطان، والميكروفون عالي جدا والأذان باطل. فانت بدل ما بتعمل ثواب بتاخد عقاب، لان العيال اللي بيسمعوك بيتعلموا ايه منك؟ يتعلموا ايه غلط. طب انت عاوز تأذن، طب أذن صح، هات الراديو واسمع اذان مصطفى اسماعيل ولا عبد الباسط ولا فلان ولا علان، سجل الاذان، اقعد اسمعه وقلده وحسن صوتك، لكن يبقى صوتك زي صوت الحمار وانت ما انتش عارف تنطق مظبوط، والاذان يبقى باطل ويبقى صوتك وحش ومعادي الميكروفون على الاخر، تخض العيال من النوم. ناس بتشتكي لي يا عم الشيخ في كده في الدنيا، العيال بتتفزع، الرضع بيتفزعوا من شده علو الميكروفون، يروح عيل مفزوع بيجي له صرع ويصرخ. ايذاء واضرار وتعليم للناس خطأ واذان باطل. والبعض يأذن ويقيم، طب بتقيم في الميكروفون ليه؟ واذان ورا اذان ورا اذان ورا اذان ورا اذان، وتلاقي ده بيأذن يستنى لما ده يخلص عشان يأذن هو. طب ما الوقت فات. يعني بص اذان ده الزاويه دي اذنت، التاني واقف على الميكروفون لقاه بدأ استنى بقى لحد ما يخلص وبعدين يبتدي هو. طب ما انت كده ما بتأذنش في الوقت، ما لا عاوز هو اللي سمع. وبعدين تلاقي الصلاه كمان في الميكروفون. طب كويس والله لو الإقامة في الميكروفون والصلاة في الميكروفون والقارئ والمؤذن مجود وصوته جميل، ممكن الناس تحب تسمعه. لكن لما يبقى المؤذن صوته وحش وبيأذن غلط، واللي بيقرأ بالناس بيقرأ صوته مش حلو ومش مجود للقرآن وقرايته وحشة، ينفر الناس ويخلي الناس تبقى متضايقة ويخلي للأسف الشديد. فديكوا شايفين الاذان الاولاني بتاع الفجر في رمضان عشان الامساك، بين الاذان الاولاني والتاني ما لا يزيد عن 10 دقائق بس. العلم اهو قولوا للناس عشان تتعلم. ومش لازم الاذان يبقى في الميكروفون، خصوصا الزاويه اذان في الميكروفون وميكروفون جايب اخر الدنيا يسمع محاطين 3 ترماي. ودخلت اشوف بقى لقيت اللي بيصلي 2، الله مرة 3. طب لما اللي بيصلوا 2 ولا 3 لزوم الميكروفون ده ايه لزومه بقى؟ استعراض مؤسف. وبعدين تكون النتيجة ان الكلام ده كله يبقى محل نقد ومحل اعتراض، وساعات بقى ناس تتكلم، وبعدين يبتدي الجهات المختلفة تتدخل، وبعدين يبتدي يقول يعني ضم المساجد الأهلية للأوقاف ليه؟ تكلفة على الدولة، تكلفة كبيرة جدا، وتكلفة على وزارة الأوقاف اللي المفروض ان فلوسها دي تروح للخيرات والأوقاف الخيرية وتروح لفايدة الناس، مش تروح بقى عشان تصرف على الجوامع وتفرش موكيت وتجيب نجف وتجيب موظف وتجيب مقيم شعائر ومرتبات وبدلات وحواديت وحكايات. ما بتعمل كده للحكومة ليه؟ لأن المساجد الأهلية أصبحت تحت سيطرة ناس لا متعلمة ولا متأهلة ولا فاهمة، وبتعمل إزعاج وإضرار، وبقت خلاص بقت مواطن مثيرة للقلق والإزعاج، مش مواطن تدعو إلى الرحمة وإلى الاجتماع على الخير للأسف. فالناس دي لازم تتعلم ومحدش يسكت. أنا ديك النهار شفت واحد والأذان كنت عنده وسمعت بقى الأذان ده والفظاعة دي، وبعدين الإقامة في الميكروفون وبعدين القراءة في الميكروفون وحاجة والعياذ بالله. عاوز تنزل تقول له يا راجل اتق الله، حرام عليك. بقول له ايه ده بيقول لي كل يوم كده وبالشكل ده، الفجر وظهر وعصر ومغرب وعشاء. الله، طب وانت ساكت ليه؟ قال لي اقول لهم ايه؟ قلت لهم ايه؟ روح نبه. قال لي ضربني، يتخانق معاه، انا ما فيش فايده. هقول له ايه؟ ده واحد.
التاني قلت له ما قلتش ليه ما تروح تفهمه؟ قال والله رحت فهمته. قال لي انا ماليش دعوه، انا هم الناس اللي عايزين كده. ناس مين يا سيدي اللي عايزين؟ وكلام من هذا القبيل مش كويس. هيضطر بقى ده يبلغ البوليس والاسم يروح يقول له مش عارف ايه، كلام مش حلو. نتعلم احسن، نتعلم. نعم. باب تأخير السحور. حدث